تكونوا بخير وعلى خير. رمضان كريم علينا وعليكم اجمعين بصحه ان شاء الله وعافيه. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم طريقتي في تحضير البريوات. كيجيو رائعين غزالين معلكين، وحتى البريوات ديالنا كيبقاو مقرمشين مده اطول، يعني ما كيرطابوش لينا. هنا كيف ما قلت لكم السر راه كاين حتى في العسل. ديجا حضرت معكم العسل اللي خاص بالبريوات، كيكون فيه غير غليكوز وقطرات ديال الزهر فقط، كيكونش فيه الماء زهر باش ما يرطابوش لينا البريوات ديالنا. راه ديجا حضرته معكم، غادي ننزل لكم كاع الفيديوهات ان شاء الله. دابا غادي دوزو معايا المقادير اللي غادي نحتاجو ان شاء الله في البريوات. عندنا غادي نحتاجو كي قلنا كيلو ديال اللوز، 600 غرام طحناه بحال هكا، سلقناه وفسخناه وطحناه بحال هكا عقده عادي بلا سكر ولا حتى شي حاجه، غير طحناه في الماكينه اللي تكون كطحن مزيان، او ديوه للعطار يطحنوا لكم ماشي مشكل. هنا 400 غرام ديال اللوز حتى هو مسلوق ومفسخ ومطحون في الماكينه، هانتوما حتى هو عجينه بحال هكا. يعني 600 غرام على 400 غرام هي كيلو ديال اللوز. وهنايا زلافه ديال الجنجلان كنطحنوه حتى هو كنطحنوه مزيان منيل وكنزيدوه لان كيعطينا واحد لوغو رائع، وجنجلان دائما كيكون زوين، كيعطي واحد البنه زوينه. عندنا غادي نحتاجو معلقه كبيره ديال البخاليني، غادي نحتاجو شويه ديال المسكه حره كتعطينا المذاق زوين وكتعطينا حتى التعليكه. غادي نحتاجو 2 معالق ديال الجليكوز، اللي ما عندوش الجليكوز يعوض بالكونفيتير ديال المشماش. عندنا هنايا 100 غرام ديال السكر كلاصي ما يعادل 5 المعالق كبار. عندنا معلقه ديال القرفه، عندنا 2 معالق هانتوما معلقه ديال القرفه و2 معالق ديال الزبده، زبده سبيسيال من النوع الجيد. وغادي نحتاجو واحد الساشيه ديال الزهر كتعطي حتى هي نسمه زوينه. طريقه ديال الملحه اللي غادي نحتاجو، وعندنا هنايا غادي نحتاجو الماء زهر. الماء زهر دائما تاخذوا النوعيه الجيده هي هذه. وعندنا هنايا الورقه نوع جيد اللي ضروري انها تكون الورقه ديال البخار، كتجي زوينه كتعطينا نتيجه زوينه صراحه. وتكون راه بعض الاحيان ما كنلقاوهاش زوينه ديال البخار وما كتصدقناش، يعني تختاروا المحل اللي كيصايبها لكم. انا كناخذها غير كنشريها لانها كتجي زوينه. دابا غادي تدوزوا معايا ان شاء الله الطريقه ديال التحضير. اول حاجه غادي نخدمو هو غادي نخلطوا هاد المعقده مع بعضها مع الجنجلان عاد باش غادي نضيفوا الاضافات ديالنا. هنا غادي نستعملوا هاد البانيو هكا نقي، لان يكون متيسع شويه ماشي بحال القصريه. غادي نخلطوا فيه. هنا كنخلطوا العقده مع بعضها. الجنجلان كيعطي واحد لوغو زوين، كيعطي لوغو زوين للبريوات ديالنا. غير هو ما تحمروهش، طحنوه هكاك لانه مازال غادي يطيب. انا هاد العقده كندير بها حتى المحينشات لي سيغار، يعني اي حاجه في المؤسسات كندير بها حتى هاد العقده كتجي زوينه. بغيتو ديروا غير اللوز بوحديتو كندير بعض الاحيان كندير غير اللوز بوحديتو. دابا غادي نضيفوا هنا السكر ديال الزهر، هنا بخاليني ديال اللوز هي كتعطي واحد التعليكه زوينه وكتعطي حتى لوغو زوين. هنا قرفه ما نكتروش، غير جهد معلقه صغيره. ضفنا حتى الزبده وغادي نضيفوا السكر. هنا مسكه حره ضروري ما تغربلوها. قيصه ديال الملحه كتعطينا واحد البنه. هنا غادي نحتاجو معلقه 2 معالق عفوا ديال الجليكوز. كنفزلو صبعنا بالماء باش ما يلصقش معنا الجليكوز، ونعاودو نفزلو حتى المعلقه في الماء.
بالنسبه للعسل راني كي قلت لكم غنزل لكم لا فيديو ديال العسل حتى هو. الفرق ما بين العسل ديال اللي كتحضروا به البريوات والعسل اللي كتحضروا به الشباكيه. ديال الشباكيه كندير فيه المزهر، وديال البريوات كندير فيه غير قطرات الزهر والكليكوز باش كيجي حتى ديال الشباكيه كندير فيه الكليكوز، غير واحد كندير فيه المزهر واحد كندير فيه قطرات المزهر. الا العسل ديال البريوات درتو فيه داك الكاس ديال المزهر راه هو كيرطب لكم الورقه ديال المزهر. راه بزاف الاخوات كيسولوني على هذه المساله، وملي جربوا الطريقه ديالي نجحات معاهم. دابا غادي نخلط هاد العناصر، عاد غادي نبدا نزيد في المزهر حتى غادي تنسجم لينا العجينه ديالنا، يعني العقده غادي تولي لينه وتولي رطبه مطلوقه. هانتوما تبعوا معايا. هنا هانتوما العقده ديالنا ها هي تجمعات او ميم طون، هانتوما رطبه وما كتلصقش في اليدين. هانتوما رطبه في نفس الوقت شاده راسها. دابا غادي نشكلوا منها كويرات من وزن 8 غرام باش يجينا يعني الحبه ديال البريوه تجينا يعني قياس واحد. غادي نعبروا هاد العقده كامله غادي ندوزوها في الميزان، نستفوها في واحد البلاطو نغطوها بالسلوفان. عاد ديك الساعه غادي نبداو الخدمه ديالنا. هانتوما تبعوا معايا. ناخذوا الميزان ديالنا، هانتوما ناخذوا الميزان غادي نديرو الكويره ديالنا 8 غرام. هنا فيها 11. 8 غرام كافيه باش تجينا البريوه مزيانه. هانتوما قد هذا القياس هذا غادي نستمروا بهذه الطريقه هذه ونستفوا العقده ديالنا كامله. غادي نتبعوها بهذه الطريقه هذه ونتلاقاو. هنا بالنسبه نص الكميه درتها على شكل كويرات من وزن 8 غرام. هادو اللي غادي نحتاجو ان شاء الله للبريوات. والنصف الاخر الكميه الاخرى درتها بهذا القياس هذا ديال 13 غرام باش نصيبوا بها محينشات وشكلناها بحال هكا بهذه الطريقه باش غادي نشكلوا منها ان شاء الله محينشات. كيجيو حتى هما كيجيو رائعين، كيجيو غزالين بهذه الطريقه هذه وكيجيو لذاذ. حيت الاغلبيه كيخدموهم بعقده اللوز هكاك اللي ما طايباش. انا كندير النص بالنص. وحتى جنجلان جربوا الطريقه ديالي، حتى جنجلان كيعطيهم واحد لوغو زوين، كيجيو رائعين وكيجيو معلكين. هانتوما غادي نستمروا بهذه الطريقه حتى غادي نكملوا هاد الحريبلات كاملين. كيف قلت لكم المحينشات درت العقده في وزن 13 غرام باش كيجيونا زويونين، كيجيونا عاطين واحد المنيضر وكيجيو ماشي كبار بزاف وماشي صغيورين بزاف، يعني كيجيو متوسطين كيجيو غزالين. هانتوما تبعوا معايا المراحل. هانتوما حنا كملنا دابا هاد الحريبلات ديال المحينشات غادي نغطيوهم بالسلوفان. نبداو البريوات هما الاولى، عاد ديك الساعه باش ندوزو المحينشات يعني مرحله بمرحله. تبعوا معايا. غادي ندوزو باش نقطعوا الورقه ديالنا. باش غادي نقطعوا الورقه هي الاولى. هنا الورقه ديالنا غادي نقطعوها. الورقه تكون جديده. تخدموا العقده ديالكم وتوجدوا كلشي توجدوا، عاد تمشيو تاخذوا الورقه، يعني باش ان فوا تجيبوها ان فوا تخدموا بها. هنا غادي نقطع الورقه ديالي على شكل سميطات باش غادي ندير البريوات. غادي نحيد هاد الحاشيه هي الاولى.
غادي نحيد هذه. انا كنبغي الورقه ديال البريوات ديالي كنبغيها تكون طويله باش تجينا في اللفه مزيانه وما يطرطقوش لينا، يعني كتحميهم هذيك الورقه، كتحمي البريوات، يعني تجينا طويه تجينا مزيانه. فهمتوما؟ دابا غادي نقطعوا الاشرطه ديالنا تقريبا هكا واحد 4 سنتيمتر تقريبا في العرض ديالهم. والطول كنخليها على طولها، انا ما كنقصش من الورقه في الطول باش كتجينا مزيانه في الطويه، كتجينا مزيانه ما كيطرطقوش لينا البريوات ديالنا. غنكمل التقطاع ديال الورقه ديالي ونرجع معكم. قطعنا الورقه ديالنا كيف ما شفتوا. دابا غادي نغلفوا الكميه ديالنا، غادي نغلفوا بالسلوفان وغادي نهزو غير اللي غادي نعمرو، يعني كناخذوا غير يعني بالقياس باش ما تكرمش لينا الورقه. راه كنسرحوا غير بالقياس ديال الورقه، الباقي كيتغلف بالسلوفان. هانتوما هادشي اللي غلفنا غادي نحطوه على جنب ونبقاو نهزو غير القياس ديالنا. هنا كنحتاجو الدقيق كنخلطوه يكون ثقيل. هنا عندنا البيض باش كنلصقوا المحينشات. انا غادي في البريوات غادي نحتاجو غير الدقيق، كنحتاجوش البيض. غادي نطرفوا هاد البلاطو حدانا هنا على جنب باش نديرو لي سطاس باش نخدمو. هنا غادي ناخدو الورقه ديالنا، غادي نسرحوا هاد السميطات هادو. الجهه اللي حرشه كتكون على الداخل هي فين كنحطوا العقده، والجهه اللي ملسه هي اللي كتبقى برا باش كيجيونا البريوات ديالنا كيجيو ملسين وكيجيو لامعين، ما كيبانوش انهم حرشين فيهم دوك الحبيبات ديال الدقيق. نتوما غادي نستفوا بهذه الطريقه باش كتجينا الخدمه سهله. هنا استفنا الورقه ديالنا كيف ما شفتوا معايا. هنا كناخذوا الزيت وكندهنوا هاد السميطات باش ما يكرموش لينا. كيف قلت لكم قد ما كانت السميطات ديال الورقه، حيت كاين اللي كيديروهم غير قصار وعند القليين راه حتى يطرطقوا، انا كنطولهم بحال هكا باش كتجينا اللفه ديال البريوات كتجي كامله وما كيطرطقوش لينا، وحتى الشكيل ديال البريوه كيجي زوين، كيجي عاطيه واحد الشكيل زوين. هانتوما هاد الكويرات دابا غادي نستف الكويرات ديالي بحال هكا، كنبعد شي شويه واحد 4 سنتيم وعاد كنحط الكويره ديالي بحال هكا. نتوما غادي تشوفوا معايا ما كنحطوش الحشوه هنا على الحاشيه، كنبعدو شويه هكا. صافي وغادي نبداو دابا نلفو. هانتوما تبعوا معايا، كنخليوها بحال هكا مكوره، ما كنبسطوش العقده ديالنا، يعني العقده ما كنضغطوش عليها نبسطوها، ما كتجيناش البريوه في الشكل ديالها زوين. غادي نبداو بحال هكا. ثم غادي نوريكم هاد الشكل بحال هكا. حاولوا تزيروا هنا. كتبقى لينا هاد الحاشيه هادي نقصوا منها واحد شويه نقص، وكناخذوا العجينه اللي خلطنا الدقيق مع الماء هي باش كنلصقوا. وها البريوه ديالنا شفتوا. غنعاود معكم وحده اخرى ونستمر. هانتوما هاد الحاشيه هادي ديما نحاولوا نضغطوا عليها باش تجينا في الوسط، ما تخرجش لينا الحاشيه لا ديال العقده ولا ديال الورق، يعني تجينا البريوه مقاده وكتجي مسدوده، يعني من القنات حتى العقده ما كتجيش ما كتخرجش لينا.
هانتوما الا كانت غير قصيره ما كنقطعوهاش، الا كانت طويله هاد الحاشيه الاخرانيه كنقطعوها. هانتوما انا بعدا كيعجبوني البريوات في هذا القياس هذا. هانتوما غادي نستمروا دابا حتى نتلاقاو فاش نبغيو نخدموا المحينشات ديالنا. هنا دابا كملنا كاع البريوات ديالنا، ها هما عمرناهم، كنخليهم ينشفوا شي شويه وكنقليوهم. بالنسبه للمحينشات هنا كناخذوا الورقه ديالنا، هنا كنحتاجوا 500 غرام ديال الورقه. عندنا نص كيلو ديال الورقه كتعطينا 60 محينشه. نص كيلو ديال الورقه فيها 15 ورقه كتعطينا 60 حبه، يعني 60 محنشه. هنا يمكن عندي اللي حسبت 49 حبه حيت قسمت العجينه على جوج، العقده قاسمها على جوج، نص بريوات ونص محينشات. هنا عندي 49 حبه. هنا راه الورقه كافياني وغادي يشيطوا منها شي 6 ديال الورقات، ماشي مشكل. كيف ما كتشوفوا ها نتوما، ها الورقه غادي نقطعوها دابا مثلثات، نقطعوها مثلثات يكونوا متساويين. نص كيلو ديال الورقه راها كافيانا، حتى البريوات راه تقريبا نص كيلو كفاتني، حتى نص كيلو ديال الورقه في البريوات راه كفاتني، لان درت كيلو ديال العقده اللي درت اللي قسمت بحال العقده كامله الخليط كامله عطاني شي كيلو 800 غرام. 800 غرام هي اللي صايبت بها المحينشات، وكيلو هو اللي صايبت به البريوات. وانتم عقلوا مزيان. غادي نوريكم حتى الحساب ديال البريوات، كل كيلو شحال فيه. كيلو ديال البريوات تقريبا من 46 حتى ل 48 حبه. هانتوما هنا كنحتاجوا شويه ديال الزيت، كندهنوا الورقه ديالنا باش ما تجيناش يابسه. كناخذوا الحريبل ديالنا، يكون رقيق لان غادي يدخلوا للفران مازال كيتنفخوا في الفران باش تجيكم محبوكه. كتجي هذيك المحينشه ديالكم تجيكم محبوكه. هانتوما تبعوا معايا. شفتوا فين حطينا الحريبل ديالنا؟ غادي نلوي عليه العجينه بحال هكا الورقه ونجور لعندي هكا حتى تلصق الورقه على الحشوه باش كتجينا محبوكه، يعني كتجينا مقاده. حنا نوصلوا لهنايا غادي نلصقوا بالعجينه، نكبروا هاد التلصيقه هنا هكا. حنا كنزيروا كنمشيو لهاد الحافه هنايا، واخا تبان لكم العجينه هذه بلاصه الورقه خاويه، هذه كنطويو عليها باش ما تخرجش لينا العقده من هنا. غنطويو ايد كتلوي وايد كتزير. هنا كنوصلوا لهاد الحافه هنايا وغادي نلصقوها بالبيض اولا تلصقوها بالعجينه اللي بغيتو. انا كنبغي نلصقها بالبيض لانها البيض كيلصق مزيان، كتجي ثابته. درت ليها البيض من هنا ونزير بحال هكا. ملي نكمل ليها التلصيقه ديالها ندير لها هكا، هاد اللي سبقات شي شويه ما لاصقاش مزيان،
كنلصقوها بحال هكا صافي. كناخذوا اللاطه ديالنا ديال الفران، انا كنطيبهم في اللاطه ديال الفران. هنا بالنسبه للاطه دهنتها بالزبده وعاودتها بالزيت باش كيجيونا مقرمشين، يعني من القاع ديالهم هنا المحينشات كيجيو مقرمشين من هنا ومن هنا. شوفوا المحينشه كيفاش كتجي محبوكه كيف الوجه ديالها كيف الظهر ديالها. هانتوما كنحطوه في اللاطه، هانتوما نقرب لكم فاش كنحطوهم في اللاطه، يعني كنكرازيوهم بحال هكا. هاد البلاصه هاد الحافه اللي لصقناها هنايا، هذه اللي لصقنا بالبيض، كنكرازيوها بحال هكا على اللاطه بحال هكا باش تجي، وكنزاحموهم باش تجي لاصقه، يعني ما تحلش لينا من هذاك القطب. واخا حنا دايرين ليها البيض ما غاداش تحل، ولكن كنعاودو نزيدو نزيرو على اللاطه، كنزيرو اللاطه ديالنا في القنت بحال هكا. ديك سميتو كتجي لاصقه بحال هكا. هنا المحينشات ديالنا ها هما ساليناهم، نكونوا ديجا سخنا الفران. كنسخنوه على درجه 150 درجه، وفاش كنحطوا اللاطه طيب كنقصوا شي شويه العافيه، ضروري تنقصوا ديروا 140 ولا. هنا عندنا الزبده حيوانيه وكندوبها نخلطها مع الزيت، ضروري زبده وزيت باش تجينا الورقه يعني ديال المحينشات ديالنا يجيونا مقرمشين. كندهنوهم وكندخلوهم للفران، حيت الا درتو غير الزبده بوحدها ابخي كيرطابو ما كيبقاوش شادين القرمشه ديالهم. ومن الاحسن بالنسبه للطريقه ديال الطياب، هانتوما كيف ما كتشوفوا كندير اللاطه منها للشبكه الفوق، ما كنديرهاش منها للحديده هنايا لتحت في الاسفل. كندير الشبكه وعاد كندير اللاطه وكنشعل عليها غير لتحت. هانتوما كنشعل غير لتحت وكندير 140 تقريبا 140 درجه، يعني ما كنديرش عليها حراره عاليه، وكنخليها حتى كتحمر من التحت، يعني بدا تدخلها هذيك الصفوريه من التحت. عاد غادي نشعلوا عليها الفوق، كنطفيو لتحت ونشعلوا الفوق، كنخليوها طيب على خاطرها. فاش كطيب كنديروها في العسل مباشره، تكون سخونه والعسل بارد. دابا غادي نقليو البريوات ديالنا. المحنشات راه درناهم كيف ما شفتوا في الفران. الزيت كتكون سخونه عافيه مهيله، يدي بالعافيه. هنا هكا صافي غادي نخليوهم يتقلاو، غير هو العافيه تكون مهيله باش ما يتحرقوش لينا، لان فيهم العقده طايبه. نخليوهم ونطفيوهم في العسل يكون بارد. قلت لكم الا بغيتو تخليوهم هكاك حتى الغد ليه وتقليوهم، راه حتى الغد ليه كديروا السلوفان ما تدخلهمش الهواء ديال الثلاجه باش ما تكرمش الورقه والطرطق صافي. وهنا كيف ما شفتوا خاص كميه كثيره اللي تقلى في المقله، ماشي ديروا غير شويه. خاص كل مقله كبيره الزيت كثيره، والكونتيتي ديال البريوات اللي غيتقلاو يكونوا كثير. البريوات فاش كنحطوهم يتقلاو يعني ما كنبقاوش نحركوا فيهم، صافي غير كي نحطوهم نزكيوهم في بلايصهم بحال هكا، كنحركوا غير المقله شي شويه بحال هكا باش يهبطوا للزيت صافي. ما كنبقاوش نقلبوا فيهم ونحركوا فيهم نهائيا حتى كيقبطوا راسهم، نحسوا بهم قبطوا راسهم، عاد ديك الساعه يمكن لكم تحركوهم. البريوات ديالنا كيف ما شفتوا ها هما تحمروا طابوا مزيان. هذا هو اللوي اللي خداو كيف ما كتشوفوا. علاش قلت لكم انا طولوا السميطه ديال الورقه باش ملي طيب لكم البريوه ديالكم يعني ما تحرقش لكم العقده، يعني راه هذيك الورقه كتحافظ على العقده لداخل ما تحرقش لان فيها اللوز طيب. هانتوما كيف ما كتشوفوا كنقطروه مزيان وكنديروه مباشره في العسل يكون بارد. نتوما باش تشوفوا انا درتهم مباشره في العسل
وندير عاوتاني الاخرين حتى يطيبوا، غير هي العافيه تكون مهيله باش يطيبوا على خاطرهم وما يتحرقوش، باش يبقاو شادين حتى القرمشه ديالهم. راه حتى الطريقه ديال الطياب حتى هي كتعطي واحد الدور كبير انه البريوات يبقاو محافظين على القرمشه. ها نتوما شوفوا دابا هي كنغسلهم، خاصهم يدوزوا كاملين في العسل. غادي نكمل القليان وعاد ديك الساعه نتلاقاو. هنا كيف ما شفتوا المحينشات ديالنا يعني طابوا، ها هما وجدوا. دابا غادي نبدا نديرهم في العسل. بالنسبه للبريوات ها هما كيف ما شفتوا حتى هما عسلتهم ودرتهم درت ليهم اللوز ايفيلي للتزيين. نتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي. الشكل النهائي ديال المحينشات ديالنا والبريوات كذلك كيف ما كتشوفوا هانتوما كيف جاو غزالين بزاف. في المذاق ما نهضروش عليه، جاو معلكين وجاو لذاذ بزاف، خصوصا مع لوغو ديال الجنجلان مع اللوز، عطا واحد لوغو زوين بزاف وكيجيو رائعين صراحه. كنتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم حتى نتوما وتجربوهم. هانتوما شوفوا كيفاش كيجيو، ديك العقده كتجي معلكه وكتجي لذيذه والله الا عرفتي تقتبنهم دابا الا غزالين. حتى المحينشات حتى هما نفس الشيء جاو لذاذ بزاف، جاو كيحمقوا. كنتمنى حتى نتوما تجربوهم، تبعوا الطريقه ديالي. وشكرا لكم، الى اللقاء، نتلاقاو ان شاء الله في درس جديد.